انا اخترت التصويره هذه. التصويره هذه هاكا فيها كرة، فيها لقطة من مقابلة المغرب وفرنسا. وين تصير الصورة هذه؟ تصير انه في القمة الامريكية الافريقية الرئيس الامريكي جو بايدن يعتذر لتقريبا 50 رئيس دولة افريقية، يقول لهم سامحوني راهي الكلمة نتاعي باش نقصرها برشا على خاطر صاحبي رئيس الحكومة المغربية مستدعاني باش نتفرجوا في ماتش المغرب وفرنسا. يعني هذه الدبلوماسية الرياضية في أعلى مراتبها. وقت اللي تعرف اللي الفوتبول مازال ماهوش الرياضة الشعبية الأولى في أمريكا ولا حتى خارج أمريكا. يعني نعتبر كوب دي موند مادام ما شاركتش فيه زوز أكبر بلدان في العالم الصين والهند، دونك مازلنا ما نحكوش على الرياضة الشعبية الأولى في العالم. فالإخوة المغاربة استثمروا بامتياز المشاركة نتاع الفريق نتاعهم، مشى تقريبا للنهاية، وكانوا السياسيين في الموعد لتوظيف هالنجاح الكروي هذايا ومعناها تحقيق مكاسب دبلوماسية قوية برشا. الدرس عنا احنا بطلة عالمية اللي هي أونز جابر، ارتقت في برشا مرات المراتب عالمية وخاضت أدوار نهائية، وإن شاء الله باش تخوض أدوار نهائية إن شاء الله تبدأ فما مرافقة دبلوماسية موازية للنجاحات هذه. ديما نتفرج في تونس واكيد في الفينال اللي هي كانت حلوه ياسر، اكسبسيونيل. كانت اكسبسيونيل وماتش تونس اكسبسيونيل والمغرب كانت اكسبسيونيل. بالنسبه لي انا المغرب هي اللي معناها لخصت كل شيء فيها، لخصت. الوغ لي زافريكان ايتي لا، لي زغاب ايتي لا، والمسلمين ايتي لا، والكل هذوك كلهم اون ايتي لا، ودمي فينال حاجه كبيره ياسر. كيما احنا زاد دايوغ اول مره يظهر لي تونس توصل معناها للمرتبه هذيك. اللي قال الفرنسي المغربي شو اللي فيها قوة كاملة، قوة نتاع الزوج شابين هذوما، الشاب الفرنسي والشاب المغربي، كل الطاقة نتاع كرة القدم موجودة فيها، كل الطاقة، كل القوة، كل الإيمان بالنجاح موجود. يعني يمكن هذاك علاش الجماهير الشعبية ولو ما ثماش لا صين لا هند، الجماهير الشعبية في العالم يعني أمريكا اللاتينية هذاك حطمت الأرقام القياسية على ما يبدو في حضور المباريات. معناها مش الأرجنتين بركة، حتى الآخرين، البرازيل معناها في المقابلات التاريخية نتاع البرازيل. لكن الشيء المهم في التصوير هذه هي القوة، هي قوة الإيمان بالنجاح، قوة الملاعبية بالفريق نتاعهم. يعني الفريق البلو الفرنساوي اللي عامل السردوك نتاعو على الواحد، ثم المغربي اللي المغرب عاشت فترة جنون يعني ومحبة. محمد السادس هبط للشوارع الرباط بالعلم نتاع المغرب باش يحضر باش يزيد في حماس، في جدوى الحماس نتاع الجمهور المغربي. وي سفيان بوفال، صورة جميلة جدا جدا وقت الفوز، وقت اللي طلع وليد جديرة يبوس في امه، ووقت اللي طلع سفيان بوفال هبط امه كاريما ويشطح معاها. صورة جميلة. أشرف الحكيمي زاده فما أشرف الحكيمي برشا لاعبين عرب اللي تميزوا بالتصرف هذايا، انه الصورة الجميلة نتاع الاعتراف بالجميل للام وتضحيات الام وتعبير على محبتهم للأم، على عكس اللاعبين الغربيين اللي وقت اللي يمركي ولا وقت اللي يربح يمشي للحبيبة، يمشي للخطيبة، يمشي للزوجة. دونك واللي تحيلنا للعلاقة الخاصة والخاصة جدا اللي تجمع الرجل العربي بوالدته. دونك علاقة خاصة جدا توصل لحد التبعية العاطفية. يعني بالنسبة لي الرجل العربي في مجتمعاتنا العربية فما الأم اليهودية زادة والأم الإيطالية، وكل العلاقة متاع الراجل
الايطالي والا اليهودي مع والدته، واحنا خاصه لاسباب متعدده مانيش باش نذكروها، جو ne vais pas faire de la psychanalyse à 2 balles، لكن كمان تجلب الاهتمام، على خاطر الرجل العربي بالنسبه ليه امه هي الاجمل، هي الاطيب، هي الاحن،